آه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مين قد دلوقتي؟ أكبر نسبة بحث موجودة على الفيسبوك رايق الآن، أكبر نسبة بحث موجودة على جوجل، أكبر نسبة بحث موجودة على اليوتيوب وعلى تيك توك. مين بقى أكبر نسبة بحث؟ هو جبس مصر. طب يا ترى جبس مصر ده الترند اللي هو فيه عائد على الناس بالإيجابي ولا بالسلبي؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في فيديو النهارده. قبل ما نبدا بس اي حاجه، اتمنى من كل واحد بيتفرج عليا يصلي على حبيبنا النبي، وعايزكم تروقوا بالكم وعايزكم تفتحوا مخكم معايا كويس جدا، عشان الكلام اللي انا هقوله لكم دلوقتي من النادر ان تلاقي حد يطلع يقوله لكم. والحمد لله الحمد لله ان انا عرفت ان انا استغل الفتره اللي انا موجود فيها ترند عشان اعرف اوصل الرساله اللي موجوده معايا، وراضي ضميري وراضي ربنا في المسؤوليه اللي محطوطه على كتافي، اللي هو انتوا مسؤوليه كبيره. وانا باذن الله في الفيديو ده هطلع كل اللي موجود في قلبي، واللي يحصل يحصل، زي ما ترسى اندق لها، بس اللي جوه هنا كله هيطلع للناس. نبدا باول نقطه. طبعا كلنا عارفين الترند اللي حصل قبل كده، اللي هو بتاع جبس مصر والمسلم والمسلسل والليله الكبيره اللي كانت موجوده والطلاق بقى على السوشيال ميديا والكلام ده كله. طيب انتوا تنكروا ان من بعد المسلسل ده، انا قلت لكم المسلسلات اللي موجوده على السوشيال ميديا كلها عباره عن تمثيل، وكل اي ترند بيطلع على السوشيال ميديا بيطلع هو يعتبر مجرد تمثيل وما فايده منه غير الشهره. طيب تنكروا ان في كام شخصيه عملوا نفس الموضوع اللي انا عملته في الترند اللي فات، وانتوا قفشتوهم وقطعتوا عليهم وقلتوهم خلاص احنا اتعلمنا من جبس مصر وعارفين ان ده مسلسل؟ تنكروا ان اي حد بيجي يعمل ترند تقول على طول ده مسلسل الحلقه الاولى، هو ده الحلقه الكام؟ تنكروا الكلام ده؟ الحمد لله ان انا عرفت اوصل رساله بناء على الترند اللي فات. هنبدا باول حاجه. دلوقتي انتوا عارفين جبس مصر وغيرهم يوتيوبر وغيرهم بلوجر، في نسبه كبيره منهم بيعملوا حوارات كذب، بيعملوا ترندات فيك. طبعا انتوا واخدين الخلفيه دي، صح ولا مش صح؟ طيب لو هيجي منصه اخباريه الناس كلها بتخش تاخد منهم الحقائق والدلائل، لما تطلع منصه اخباريه زي اللي انا عرض لكم الصوره بتاعتها دلوقتي دي، جايبه ملايين المشاهدات على الترند اللي انا فيه، ملايين المشاهدات، وانا مش كسبان منها حاجه، هم اللي كسبانين وبيجي لهم فلوس على ده. يقولوا لك جاب لها شقه ب 7 مليون جنيه، يقولوا لك جاب لها فستان ب 3 مليون جنيه. طب الشقه شقه الست وهي مأجراها بتاعتها، فين الدليل اللي معاكم اللي يخليكم تطلعوا للناس كده وانتوا قناه اخباريه وكلامكم متصدق تقولوا للناس ب 7 مليون جنيه؟ طب انا كمشاهد ماليش في كل العك اللي بيحصل ده، بس بخش عندكم عشان اخد الاخبار واعرف الدنيا ماشيه على ايه. انا استفدت ايه من الموضوع ده غير ان انت كده حطيتي جوايا طاقه سلبيه؟ عرفت الناس ان واحد ملوش لازمه جايب لمراته شقه ب 7 مليون جنيه من الهوا. اولا انت اديتي له طاقه سلبيه، ثانيا انت وصلتي له بطريقه غير مباشره عشان توصل لل 7 مليون اعمل اللي هو بيعمله، صح ولا انا غلطان؟ طب الفستان ابو 3 مليون جنيه، الفستان كله على بعضه ب 5000 جنيه واخدينه ايجار، ورجعناه تاني للست اللي واخدينه منها. جبته منين 3 مليون جنيه؟ خاتم الالماس ابو 5 مليون جنيه وهو اصلا ب 250 جنيه. ليه بتوصلوا للناس وبتعملوا للناس فتنه ما بين بعضيهم؟ ليه؟ الناس اللي بتتفرج عليا دلوقتي، انتوا لو عايزين فعلا تاخدوا موقف، فانتوا تاخدوا موقف للمهزله اللي بتحصل دي، المهزله اللي بتعمل من لا شيء شيء. طب انا قولوا لي، انا واحد دلوقتي شقيت في كليتي وفي جامعتي من 4 ل 8 سنين، لما اشوف قناه اخباريه واشوف مواقع كتير بتنزل ان الشخص الفلاني جاب بتاعي ب 7 مليون و 3 مليون و 5 مليون، انت بتحصريني على نفسي وعلى يوم النهار. بتوصلوا ايه للناس؟ ما تيجي نعقلها. انتوا بتدمروا الجيل اللي طالع، انتوا بتعرفوا الجيل اللي طالع لو عايزين يبقى معاكم فلوس اللي هي لغه الحياه بتاعت العصر اللي احنا موجود فيه، لازم تعمل كده، لازم تعمل زي حديده وزي انتش واجري وزي 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 وزي. هتنفعك بايه شهادتك؟ ما هو بص في لقطه في ثانيه بقى ترند، حصرتوا الشباب كلهم على تعليمهم، على انضف حاجه عملوها في حياتهم التعليم، لان العلم نور. فانتوا بتحزنوا الناس على العلم اللي هم اكتسبوه في حياتهم وسنين عمرهم اللي ضاعت في العلم، بتوصلوا لهم صوره ان اللي انتوا عملتوه ده كله غلط، واللي جبس مصر واليوتيوبر والبلوجر اللي بيعملوه هو ده هو الصح، ولازم تروح. انتوا كده بتبنوا جيل، انتوا كده متقين ربنا في الناس اللي بتتفرج عليكم.
لا حول ولا قوه الا بالله. طب ثواني والله كان في كومنت استنى اقراه لكم. او الكومنت ده اللي موجود قدامكم ده موجود على الفيديو اللي هو فستان ابو 3 مليون جنيه. واحده اسمها همس احمد بتقول ابو بلاش كتر منه. هو فين الضرايب من الناس اللي بتكسب ملايين من ورا الانترنت واللي فجاه اصبحت عندهم املاك وفصل وقصور والمفروض فيلل وقصور من الهواء؟ فين بتوع من اين لك هذا؟ امثال كذا اللي عايشين في الامارات عشان الاثرياء، وامثال كذا اللي عايشين في تركيا وجبس مصر وزوجته الخ وغيرهم كتير. انتوا كسبتوا ايه غير ان انتوا وصلتوا للاستاذه وكل اللي متفقين مع كلامها وكل اللي شايفين كلامكم ان احنا بنكسب فلوس من الهوا؟ فين الملايين دي؟ على فكره كل واحد موجود دلوقتي في السوشيال ميديا فاتح سجل تجاري وبطاقه ضريبيه وبيدفع الضرايب بتاعته. من اول ما البلد فرضت الضرايب على اليوتيوبر والضرايب كله راح اتجه، ده حق بلدنا عليه. بس ليه توصلوا للناس كده؟ ليه توصلوا للناس ان ملايين وتديهم الصوره دي؟ ليه الفتنه؟ ليه؟ دي حاجه تاكد لكم ان الاخبار المسيئه والحاجات الشاذه هي اللي بتخلي الناس تتفرج. طب انا هوريكم حاجه تاني دلوقتي. يعني بصوا مع بعض، ادي فيديو 1.7 مليون، وادي 2 مليون، وادي 700,000، وادي 800,000، وادي 1.5 مليون، وادي 900,000، وادي بص ده فيديو لتامر حسني جايب 60,000. انا بتاع جبس مصر جايب 2 مليون. بصوا مثلا السكرين اللي انا موريه لكم ده، الفيديو اللي في النص اللي هو بتاعي ده اللي هو قفشت جوزها مع بنت في عش الزوجيه والبلوجر المسلم اتصدمت 2 مليون 700. طب تيجي نشوف كل المشاهدات اللي موجوده، مفيش غير العبد اللي ده اللي في النص 2 مليون 700 عشان عاملين قصه كدابه والناس مصدقاها وخلاص واخدين منهم الكلام بجد. فانتوا يا جدعان يا كل واحد بيتفرج عليا دلوقتي، انت لو من حقك تزعل فانت تزعل من المواقع اللي بتنشر الكلام ده، من المواقع اللي بالنسبه لك بتعمل من اللا شيء، من المواقع لما تشوف اي حد طالع ترند تعالى بنتكلم عنك، تعالى نعمل عنك، تعالى وكله لاجل الترند. انتوا لغايه دلوقتي لسه ما اقتنعتوش ان احنا اصبحنا في عصر الترند اصبح محتوى؟ لسه ما اقتنعتوش مليون في المية ان كل اللي بيظهر قدامكم على السوشيال ميديا مجرد تمثيل؟ احنا شعب طيب قوي وبنتعاطف وبنتأثر، وبص مشاعرنا دي بص بنفرط فيها كده للغريب، ودي حاجة جميلة فينا على فكرة مش وحشة. ولما بنيجي نتفرج على مسلسل زي جعفر العمدة ومسلسلات غيره احنا بنبقى عارفين ان هو تمثيل، ولما بيجي مشاهد مؤثرة احنا بنتأثر وبنعيط. ليه؟ عشان احنا عندنا مشاعر، بس احنا مقتنعين مليون في المية ان دول ممثلين. هي كده السوشيال ميديا، اتعاطفوا مع اللي تتعاطفوا معاه، وزعوا في الشعور بتاعكم، عيشوا حياتكم، لكن خليكم مقتنعين 100% ان كل ده تمثيل. ليه ما سألتوش نفسكم اخر 4 سنين اكبر نسبة طلاق حصلت في تاريخ مصر واكبر نسبة فشكلة خطوبات حصلت في تاريخ مصر؟ ليه؟ من دخول السوشيال ميديا للبيوت المصرية. السوشيال ميديا اكبر كذبة حصلت في تاريخ البني ادمين، فعلا اللي دمرت الشعوب. حطوا في دماغكم كده وركزوا، حياتكم كانت عامله ازاي قبل ما يخش التليفون البيت وتشوفوا السوشيال ميديا، وحياتكم بقت عامله ازاي بعد ما دخل التليفون البيت ودخل النت ودخل السوشيال ميديا. شوف، قليل جدا اللي بيستخدم السوشيال ميديا في المكان الصح الا من رحم ربي والله. بس اديكم شايفين الاخبار اللي هي شاذه، والحق كذا جاب مليون وجاب 7 مليون وبتاع، هو ده اللي بيجيب مع الناس، هم عارفين ده اللي بيجيب فبيألفوا. لما واحدة دلوقتي تشوف واحد على السوشيال ميديا عمال يجيب لخطيبته وعاملين قصة حب ولا أحسن من مهند ونور، هي ذات نفسها شافت نفسها لما تتخطب خطيبها هيعمل لها الكلام ده، فلما اتخطبت ما لقيتش الكلام ده ففشكلت وعاد عليها الموضوع بطاقة سلبية، غير الاكتئاب، غير بلاوي سودة اقسم بالله انتوا مش حاسين بيها. طب قصه الحب اللي ظاهره ليكم دي والله العظيم لا تمس الواقع بشيء، مش موجوده في الوجود. الحاجات دي بيبقى مترتب لها، بتتمنتج، بتتظبط، بتنزل لكم على الجاهز وبيوري لكم الجانب الحلو. الجانب الوحش انتوا مش بتشوفوه، لان كل بيت في الدنيا فيه مشاكل، كل بيت في الدنيا فيه بلاوي، بس اللي بيظهر لكم على السوشيال ميديا هو الجانب الحلو، جانب الحب، جانب التعاطف، الحياه الجميله الزاهيه السعيده اللي انتوا مش بتلاقوها عندكم ولا هتلاقوها عندكم اصلا عشان هي مش موجوده في الواقع. ما تركزوا بقى، كل حاجه بتحصل على السوشيال ميديا يا جماعه هدفها الاساسي والرئيسي الشهره وكسب المال.
حتى المواقع الاخباريه، حتى البيفات اللي بتحصل ما بين اللي موجودين. انا مش عايز اذكر حد والله عشان ربنا ما يجعلني سبب ان انا اذي حد في اكل عيش. انا الحمد لله لما دخلت السوشيال ميديا اول حاجه عملتها ان انا بس كانت بنيه صافيه فرحت مراتي اللي انا ما عملتلهاش فرح اصلا، وكان معانا السليم الصغنن، والموضوع ده شهرنا جدا والحمد لله ما كانش فيه ولا كومنت سالب. ناس كتير طلعت عملته من بعدينا، بلوجر ويوتيوبر والناس كانت بتكتب لهم ده جبس مصر ولا عامل الفكره. هي مش فكره، انا كنت عامل الموضوع عامله بجد. كان اهلي موجودين في الفرح وانا بفرح مراتي وبنفرح، ده فرحنا، ده فرحنا اللي فرحنا فيه فعلا، غير الاولاني اللي ما عرفناش نفرح فيه. فهو سبحان الله طلع ترند وكل الناس كانت مبسوطه. كان في جزء يقول لك ايه ده، الحق كريستينا حامل بعد ما خلفوا واتجوزوا وبتاع والكلام ده، وطلعنا ردينا على الناس كلها والحمد لله بدانا المحتوى والنظافه وكله تمام. بس احنا اصبحنا دلوقتي في جيل مختلف. الجيل اللي طالع على السوشيال ميديا وعز جلاله الله بيتدمر. الناس اللي بتتفرج على التليفون وربنا انتوا بتتدمروا. 3/4 وقتكم بقى على السوشيال ميديا، 3/4 وقتكم بقى انا عايز اتابع ده واشوف قصته هتبني على ايه واشوف المسلسل ده يخلص على ايه. ده يعني اعمل اللي انت تعمله بس خليك مقتنع 1,000,000% والله تمثيل. وكل حاجه بالنسبه للاصاله اللي هي مي، كل ده بتاع الايام اللي جايه ان شاء الله، وعرفتكم كل حاجه موجوده بالدليل. على فكره الفيديو ده كان المفروض يتعمل بعد 5 شهور من دلوقتي، لان انا كنت مخطط لحاجه كبيره جدا 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 فعلا هتشرف كل واحد متابع جبس مصر، وهوصل فعلا فيها رسائل مش رساله واحده. قدر الله ما شاء فعل، بسبب الطمع حصل ده كله. بس خلينا مع بعض واحده واحده وهوريكم كل حاجه بالدليل. وقصه الحب اللي انتوا شايفينها بيني وبين اصاله كانتش موجوده. يعني انتوا دلوقتي عارفين ان اصاله مش اصاله، اصاله طلع اسمها مي. فواحده واحده هوريكم كل حاجه بالتفصيل، بس عشان خاطر ربنا واريح ضميري. بالله عليكم اي حاجه موجوده على السوشيال ميديا خدوها في سياق التمثيل. اتعاطفوا مع اللي تتعاطفوا معاه، اتفرجوا على اللي تتفرجوا عليه، ربنا يرزق الجميع. بس خليكم مقتنعين ان ده مش حقيقه. ما تنتظريش من جوزك يعاملك نفس اللي اليوتيوبر بيتعاملوا، ما تنتظريش من خطيبك يجيب لك هدايا نفس اللي المخطوبين البلوجر بيجيبوها لك. ارضي بحياتك وارضي بعيشتك وارضي بقليلك، ربنا هيزيد. يا رب يكون الرساله وصلت. وحاجه بس اخيره قبل ما اقفل الفيديو، بالنسبه للناس اللي بتقعد تقول انتوا بتستخفوا بعقولنا، انتوا بتشتموا نفسكم. يعني انتوا بتشتموا نفسكم وانتوا مش واخدين بالكم. يعني ايه انا استخف بعقلك؟ يعني ايه؟ اذا كان انت شايف 3/4 الكومنتات بتقول ده مسلسل، ده اولا. ثانيا ازاي تخلي البني ادم يستخدم عقلك؟ ازاي؟ هو مش عقلك ده فيك انت البني ادم المتحكم في عقلك. منين هيجي واحد تاني ياخد عقلك منك من ورا شاشه؟ ازاي؟ فلو حد بيستخف بعقلك وانت شايف ان انت عقلك بيستخف فيه، فانت ايه قله ثقه من نفسك؟ انت كده بتقل من ثقه نفسك. ما تسمحش لحد يلعب بشعورك، ما تسمحش لحد يا عم يستخف بعقلك. انت عقلك اكبر من كده بكتير، لان نفس العقل اللي موجود عندك ربنا خلقه هو نفس العقل اللي ربنا خلقه فيا، هو نفس العقل اللي عند ايلون ماسك. مفيش حاجه مختلفه عن التانيه. يا ريت كل كلمه قلتها في الفيديو ده تحطوها حلقه في ودنكم، ولسه الايام اللي جايه انا هطلع لكم المفيد وكل حاجه هتبقى موجوده بالدليل. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.